بطبخها كثير أطيب. عندنا بعدين راح نعمل الرز، راح نطبخه مجرد سلق مو أكثر مع حبة بطاطا، وراح لاحقا كثير منيح. راح نخلي يعني بداخل المي طبعا ماي مغلي يكون أسرع حتى بالطبخ على السريع يستوي. طبعا هذه 400 جرام رز خليت. طبعا انت فيك طبعا اذا بدك تزودي الكمية عادي بتحطي اكثر. هذه البطاطا كمان واحدة معاهم. طبعا انا استخدمت هون رز بسمتي، هو بيصير اي نوع رز، بس انا اشوف النوع هذا الرز البسمتي كثير يجون طيبين. طبعا الان ننتظر لحد ما يشرب الرز المي ويستوي. لا انتوا شوفوا المي كثير، احنا الرز ما بدنا اياه يكون مثل ما ناكله بالايام العاديه، بيكون هيك طري مشان بالفرن. السلام عليكم أعزائي المتابعين. اليوم راح نعمل أكلة عراقية مشهورة اللي هي كبة رز. المكونات بسيطة متوفرة في كل بيت، عبارة عن 400 جرام لحمة مع دهنة، تطبخيها بس فقط في الماء إلى أن ينشف الماء. بتحطي عليها شوية بقدونس وفلفل وملح حسب الرغبة. العجينة الرز عبارة عن 400 جرام رز وقطعة بطاطا وسط، تطبخيهم فقط بالماء، ما تحطين أي إضافات. خلي يكون الماء كثير لأن إحنا الرز بدنا إياه يكون طري. بعد ما يستوي الرز على الآخر نثرمه بالماكينة بأنعم شيء. بعدين نقوم نعجن العجينة، نحط ما ننسى ملح. أيضا تقدر تذوقين حسب ما أنت تحبين. تعجنين العجينة، تشوفيها عجينة طرية متماسكة سهلة التشكيل. تشكيل الكبة حسب ما تحبين أنت، طبعا تحبيها أقراص شكل مغزري حسب ما تحبين أنت. تقومي بتشكيل الأقراص على آخر يعني آخر الكمية كلها. بعد هذا تخليهم على جنب، تصفين في صينية وتخليهم على جنب. القلي تخلين زيت وفير على النار إلى أن يسخن. بعد ما يسخن تقومين تحطين كبة ورا كبة، بعدين تنصين النار مشان ما تستوي بسرعة وتحترق. نص النار إلى أن تأخذ الشكل الذهبي الجميل إلى أن تخلصين الكمية. مثلا ما بدك تقلين الكمية كلها، فيك تخليها بالفريزر وتخليها بالبراد بأي وقت تقدرين تستخدميها. وبعدين تقدميها مع سلطات مقبلات انت اللي تحبين. وصحتين وهنا ان شاء الله. اتمنى تعجبكم وصفتي وتابعوني، واتمنى تعليقاتكم الجميلة، وشكرا لكم. يعني بالطبخ ما خليت ملح، وايضا انت تقدرين حسب الرغبة طبعا ملح تخلين، تقدرين تذوقي تشوفين مالح ولا حسب ما تريدين. تعجين العجينة، تقدري تستخدمي ماء شوي. شوفوا كيف العجينة صارت. شوفوا التجربة، إذا تحتاج مي فيك تستخدمي مي طبعا. لاحظ شوف كويسة كثير. الآن راح نشكل الكبة. الأقراص حسب ما أنت تحبين، كبيرة وسط حسب، بس الحجم الوسط أحسن شيء تطلع كويسة. قطعيها بهذه الصورة تبدين تشتغلي. طبعا إذا تكون الحشوة يعني منيحة تكون طعمة الكبة أطيب.
العجينة يعني كثير كثير كويسة طلعت. هذا الشكل النهائي، طبعا الشكل النهائي بعد القلي أكيد طبعا. الآن خلصت كل الكمية، طلعوا تقريبا 20 كبة. هاي مثل ما حكيت بأول فيديو إنه نص كيلو لحمة مع 400 جرام رز، وهذه راح أخليها للقلي، وهذه تخليها في البراد بأي وقت أنت ما بدك تطبخي، عندك ضيوف على غفلة بتطلعيهم. أهم شغلة لما تطلعي من البراد تخليهم وتحمي الزيت، ويكون زيت وفير وتحميه حامي. ومن تخلين الكبة ما تخلين كل الكبب يعني كثير، فد 4 5 مو أكثر، لأن بارد راح يكون الكبة راح تكون باردة، فاحتمال يعني تفرط معك الكبة، فما تخلين كثير كبب، 4 أو 5. فبعد ما تخليهم تنصي النار مو كثير، على الوسط، مشان تستوي كلها من برا ومن جوا، لأن أحيانا تكون الزيت يعني حامي كثير، وعلى السريع راح تستوي، فتشوفيها من الداخل تكون لسه جامدة وما مستوية، فتنصي النار وبعدين تكمل تنقلي على راحتها. وراح تشوفون إن شاء الله بنهاية الفيديو كيف عملية القلي وكيف راح يطلعوا معكم. بالبراد شوفوا كيف متماسكة وهيك الثلج عليها. من تخليها بالزيت القلي أكيد تعرفوا يعني مع الزيت وهذا بارد مباشرة تحطون الغطاء على المقلاية مشان ما يعني ترشرق معاكم الزيت. فراح مثل ما حكيت النار ما تكون كثير قوية مشان تطلع معكم مستوية بالكامل من الداخل ومن الخارج. الآن راح نبدي عملية القلي. نحمي الزيت على يكون ساخن يعني منيح، ونبلش نحط أول قطعة. بسم الله. طبعا فكر يعني ما تكون النار كثير قوية، نوطي شوية من النار عشان تستوي على كيفها وتطلع هيك مقرمشة ومصة. شوفوا ما أحلى اللون الذهبي كيف صاروا ما شاء الله. هاي النتيجة النهائية، شوفوا ما أحلى ما شاء الله اللون الذهبي، طبعا مع سلطة بابا غنون. راح أذوق وأشوفكم القرشة كيف تكون. ما شاء الله بتجنن، طعمته بتجنن. سمعتوا كيف؟ وصحتين وهنا. ادعموا قناة يد الخير.